وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان وفي الحلية أي حلية الأولياء لأبي نعيم أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم. قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم. قال: لا، لم يكن تركهم لدين في يوم واحد، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوا، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا الأثر حقيقة عظيم جدا، يعني انسلاخ المرء من الدين لا يأتي في يوم وليلة فجأة، لكن إذا استهان بالمعاصي والأوامر لا يبالي بها والنواهي لا يبالي، واستمر على هذه الحال. هذا المعنى الذي قال بعض السلف: المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر والشرك. فإذا استهان استمر على هذه الاستهانة، ربما أوصلته استهانته بالمعاصي إلى الانسلاخ من الدين. فبنو إسرائيل لم ينسلخوا من الدين فجأة هكذا في يوم وليلة انسلخوا من الدين، لكن انسلاخهم من الدين كان عبر مراحل وخطوات اتبعوها للشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هؤلاء مضوا في مراحل وخطوات للشيطان اتبعوها إلى أن وصلوا إلى درجة الانسلاخ من الدين جملة. نعم. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. قال رحمه الله: ومن هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر، يعني توصل الإنسان إليه وتفضي به إليه، لأن الشيطان أعاذنا الله عز وجل أجمعين وأهلينا وذرياتنا منه يتبع مع المرء خطوات، ولا يقنع من المؤمن إلا أن يصل به إلى الكفر بالله، فهو يتدرج به خطوة تلو الأخرى تلو الأخرى إلى أن يوقعه في الكفر. فالمعاصي بريد للكفر، أي توصل صاحبها إلى الكفر. كما أن القبلة بريد الجماع، القبلة المحرمة بريد للجماع المحرم. والنظر الغنى بريد الزنا، يهيج في نفس المرء الزنا ويحركه في قلبه. والنظر بريد العشق، النظر المحرم للصور وبريد العشق حتى يتولع القلب بها ويصاب ويبتلى بها بالعشق المحرم. ولهذا قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى لهم أي أطهر وأنقى لقلوبهم وأسلم من شرور العشق وما شاكله من الأمور التي أدواء وأمراض للقلوب. والمرض بريد الموت. نعم.